السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ فيديو جديد بعد انقطاع الفتره الرمضانيه. عيد سعيد عليكم جميعا. عيد يا رب يمر بخير على اهلنا في غزه. عيد مش هقول سعيد لانه صعب يمر عليهم بسعاده في ظل الظروف الحاليه اللي هم فيها، لكن بتمنى وبدعي ربنا انه ينصرهم على اعدائه واعدائهم ويخلصهم منهم في القريب العاجل. رجعنا تاني لليوتيوب كالعاده بعد غياب. انتوا بجد وحشتوني ووحشني التصوير، وان شاء الله الفتره الجايه هريكم فيديوهات. طيب، بداية مراجعات مسلسلات رمضان، وأول مسلسل معانا هو مسلسل عتبات البهجة للأسطورة يحيى الفخراني. يحيى الفخراني ممثل عظيم، ممثل من جيل عادل إمام ومحمود ياسين، له أدوار عظيمة وإفيهات محفوظة، لكن أفضل مكان يحيى الفخراني كان بيلاقي نفسه فيه وبيطلع فيه كل طاقته التمثيلية هي المسلسلات. يحيى الفخراني قدم روائع كتير، مسلسلات خالدة في تاريخ الدراما المصرية، من ليالي الحلمية والليل وآخره لشيخ العرب همام والخواجة عبد القادر والنوس وأعمال كتير. وآخر مسلسلات يحيى الفخراني ما كانتش أحسن حاجة، وآخرهم كان مسلسل نجيب زاهي زركش، والمسلسل ده مفيش كتير شافوه، وحتى اللي شافوه ما عجبهمش. فالسنة دي يحيى الفخراني بيرجع بمسلسل عتبات البهجة، المسلسل المبني على رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد. فهل كان عتبات البهجة هو رجعة يحيى الفخراني القوية، خصوصا وإنه نزل في نفس السنة اللي نزل فيها مسلسل الحشاشين؟ فهل كان عتبات البهجة منافس للحشاشين؟ هل تفوق على الحشاشين؟ كل اللي أقدر أقوله لا، مسلسل الحشاشين أقوى بمراحل، لكن ده ما يمنعش إن عتبات البهجة كان مسلسل جيد وأنا استمتعت بيه. فخلونا نتكلم عن المسلسل ونبدأ أول حاجة بالقصة. عتبات البهجة هو مسلسل عن حياة بهجة الأنصاري بعد تقاعده من الوزارة وبداية اهتمامه بأحفاده، لكن المشاكل محوطاه من كل حته. فهنشوف على مدار ال 30 حلقه معاناه بهجه الانصاري، الراجل اللي مش واخد على الاحداث السريعه بتاعه العصر الحالي ولسه متمسك بذكريات الماضي الجميل، وبعد استقالته من الوزاره بيتجه اتجاه تاني، بيبدا ينشئ محتوى على النت ويسمي صفحته عتبات البهجه، بيتكلم فيها عن المشاكل الحاليه وبيخاطب الجيل الجديد وبيحاول يساعدهم ويديهم من خبرته، وعلى كده بتفضل تمشي الاحداث، المشاكل ماشيه معاه في كل خطواته وهو بيحاول يهرب منها. ندخل على الممثلين. عندك يحيى الفخراني، صلاح عبد الله، جمانة مراد، سما ابراهيم، وفاء صادق، هشام اسماعيل، صفاء الطوخي، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، ليلى عز العرب، وهنادي مهنا وعنبه، والممثل خالد شباط اللي قايم بدور عمر، والفنانه الشابه بسنت ابو باشا اللي قايمه بدور جميله، وهي جميله فعلا، اختاروا لها اسم مناسب الحقيقه. دول مش كل الممثلين اللي شاركوا في المسلسل، لكن اهمهم. طيب، خلصنا من الممثلين، ندخل على الايجابيات، ومن هنا هبدا الحرق. وقبل ما نخش في الايجابيات خليني افكرك بانك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك، ولما تخلص شير الفيديو. الاداء التمثيلي هو اهم ايجابيه في المسلسل ده، واول شخص معانا وهو افضل شخص تمثيليا في المسلسل، وطبعا مش محتاج اقول مين لان ده شيء متوقع جدا، هو الفنان يحيى الفخراني. اداؤه وشخصيه بهجه الانصاري كان ممتاز ومناسب للشخصيه. يحيى الفخراني ممثل مخضرم وما يقلش في الموهبه عن باقي جيله، ادواره الكوميديه كانت كويسه جدا وتخليك تقول ان الراجل ده كوميديان من صغره، لكن ادواره الدراميه هي اللي كان بيطلع فيها كل جبروته وطاقته التمثيليه. دوره في مسلسل حماده عزه كان جميل جدا، ومشهد زعله على ماما نونا كان مؤثر جدا، وكلنا شفنا دوره في مسلسل ونوس بشخصيه الشيطان كان قد ايه ممتاز ومتقن، والحوار الاخير اللي قاله كان عظيم جدا. فيحيى الفخراني ممثل عظيم ومحدش يختلف على كده، واداؤه وشخصيه بهجه الانصاري كان عظيم، لكنه اكيد مش اقوى اداء ليه. ويجي من بعد يحيى الفخراني جمانة مراد بشخصيه نعناع، دورها ممتاز وشخصيتها تتحب بسهوله، وممكن اقول انها كانت افضل ممثله في رمضان. اما صلاح عبد الله فدوره ما كانش مميز، هو نفس دوره في اي عمل ليه في الفتره الاخيره. المشكله بالنسبه لي في الفنان صلاح عبد الله انه مش متنوع، اكتر ادواره شبه بعضها، فعشان ما حدش يفتكر ان شايف اداؤه سيء، اكيد لا، بالعكس اداؤه كان جامد جدا، بس الاداء الكويس مع شخصيه محفوظه ما بيبقاش حلو مع الوقت. لكن دوره في العتاوله مختلف واحسن بكتير من دوره في عتبات البهجه، فاتمنى ان الفنان صلاح عبد الله يكون اخد باله من النقطه دي ويحاول يغير جلده في العمل الجاي. وبالنسبه لعمر، الممثل خالد شباط، دوره كان كويس برضه، كونه خلاني مستفز منه طول المسلسل، ده في حد ذاته نجاح ليه لان هي الشخصيه كده، بس حسيت ان الموضوع بهوأ منه وكان فيه افواره زياده، بس خلوا الجزء ده في السلبيات. نيجي لجميله اخت عمر، الممثله بسنت ابو باشا. المسلسل ده ومسلسل الحشاشين هم اكبر عملين شاركت فيهم، لانها بدات التمثيل من قريب، واول ظهور ليها كان في مسلسل برضه لحسن الرداد، انا ما شفتهاش قبل كده غير في عتبات البهجه والحشاشين، وكان ممثله شابه لسه بادئه تمثيل فتستحق تحيي على الاداء ده. وبسنت رغم ان دورها مش تقيل زي دور عمر، لكنها قدمته بالشكل المناسب ليه من غير اي افوره، هو دور بسيط وخفيف مش محتاج تمثيل جبار، ودورها هنا اكبر من دورها في الحشاشين، فلو هتقيم ادائها قيمه بدورها في عتبات البهجه مش في الحشاشين. وزي ما قلت كممثله شابه لسه بادئه تمثيل فتمثيلها كان جيد، وان شاء الله هيبقى ليها مستقبل كبير، ومن دلوقتي انا اول فان ليك يا فنانه. وبالنسبه لعنبه فده اول دور اشوفه ليه، والصراحه تمثيله مش وحش، الراجل على طبيعته مش بيحاول يتصنع، وده كويس في الاول لانه لسه بادئ، بس لازم يتعلم التمثيل عشان لو اتحط بعد كده في ادوار محتاجه انك تطلع اداء تمثيلي عالي. وهنادي مهنا كالعاده متالقه، شكلها بالعدسات كان غريب شويه بس خدت عليه مع مرور الحلقات، وتمثيلها للشخصيه كان كويس. نتكلم بقى عن الباقي على السريع. سما ابراهيم مفيش عليها كلام، سما ابراهيم اثبتت انها ممثله تقيله وهتأدي اي شخصيه تقع قدامها في احسن صوره. وفاء صادق دورها كان عادي، لا سيء ولا جامد. هشام اسماعيل اداؤه جيد جدا ودوره خطير، لكن في مشكله برضه هقولها في السلبيات.
محسن منصور هو كمان دوره كان جامد، واللازمه بتاعته بتاعت حنفي مشي كانت لطيفه. علاء مرسي دوره كان جامد والحمد لله كان مختلف عن ادواره اللي فاتت فاتنقذنا من جنانه وصريخه. علاء زينهم دوره كان لطيف. صفاء الطوخي دورها كان جيد وحبيت المشاهد اللي كانت بتجمعها ببهجت وجلسه سماعهم لام كلثوم. حازم ايهاب دوره كان كويس ما عدا اخر مشاهد ليه كانت غريبه. ليلى عز العرب شخصيتها مكرره وينطبق عليها نفس الكلام اللي قلته على صلاح عبد الله. يوسف عثمان شخصيته عاديه. كنزي هلال شخصيتها عاديه. احمد كمال ابو ريا نفس الكلام. مراد فكري دوره برده عادي مش مختلف عن ادواره اللي قبل كده. وستظل شخصيه ايكا هي افضل شخصيه عملها. ومن بعد الاداء التمثيلي يجي سرد الاحداث. سرد الاحداث كان جيد جدا. كل مشكله بتحصل لبهجت بتكون مترتبه بشكل مظبوط. نخلص من مشاكل شغله ندخل في مشاكل عياله وهكذا. واحسن حاجه في المسلسل ده انه مش زي مسلسل فالنتينو على سبيل المثال اللي الاهتمام فيه ما كانش على عادل امام كان على اللي حواليه. اما هنا الاهتمام الاكبر على البطل بهجت الانصاري وده ما كانش على حساب باقي الشخصيات لان كل الشخصيات الثانويه في المسلسل ده شخصيات كويسه مش شخصيات بسيطه تتنسي بسهوله. المخرج كان مهتم بكل شخصيه بحياتها وجوانبها ومشاكلها. جميله وعمر، نعناعه وحنفي، فله وتيتا، عرفان وعليا، كل الشخصيات دي كانت ليهم قصتهم الخاصه وسط قصه المسلسل. واخر جزئيه في المسلسل في الحلقه 15 كانت خطيره جدا. الكلام اللي قاله بهجت لمتابعينه كان مؤثر بشكل كبير. وفي الحقيقه انا اتمنى ان الفنان يحيى الفخراني يقدم محتوى على اليوتيوب باي اسم بقى بس المهم يكون بنفس نظام شخصيه بهجت الانصاري. وقتها انا هكون من اول متابعينه. وبكده نكون خلصنا الايجابيات. ندخل بقى على السلبيات. اول مشكله هي كتر المشاكل على بهجت الانصاري. كان ممكن تخلوا شويه احداث عن مشاكل بهجت وشويه احداث ثانيه مثلا عن حل بهجت نفسه لمشاكل غيره زي نعناعه وغيرها. تاني حاجه الرساله اللي سابتها لبنى لبهجت وعرفان ما جابوش انها وصلت لهم فده كان شيء غريب. ثم مشاكل الشخصيات. في شخصيات كتير في المسلسل ده مليانه مشاكل بس اكتر اتنين شخصياتهم كان فيها مشاكل هم هشام اسماعيل وخالد شباط. هشام اسماعيل بشخصيه المدرس الحرامي كانت شخصيه خطيره بس المشكله ان التغيير اللي حصل له كان سريع والواحد ما حسش بيه. اما خالد شباط بشخصيه عمر رغم ان الشخصيه نفسها مطلوب منها انها تكون مستفزه لكن مش بالشكل ده. كان في افوره زياده عن اللزوم وما كانش ليها لازمه. واخر سلبيه وهي اسوأ حاجه في المسلسل هي سرعه الاحداث. انا اتصدمت لما عرفت ان المسلسل 15 حلقه لغايه الحلقه 14 وانا فاكره 30 حلقه. لاحظت ان الاحداث اتحسنت وان شكلها النهايه بس قلت اكيد لا لان الاحداث كانت سريعه فافتكرت ان لسه هتحصل مشاكل تاني لكن طلع فعلا انه 15 حلقه. فالقضايا اللي في المسلسل اتعالجت واتحلت بشكل مش هقول عليه انه سريع كلمه سطحي هتبقى افضل. كان لازم شويه وقت وعمق في حل المشاكل لكن انا ما حسيتش باي خطوره ولا حاجه في اي مشكله. حصلت مشكله وبعدها اتحلت ده كان شعوري بالظبط. والحلقه الاخيره بالذات كانت سريعه قوي وان عمر كان مبلغ الشرطه عن فريد وانه كان بيسجل له وضرب فريد لعمر وودوه المستشفى وهروب فريد والجري وراه. انا ما كنتش ملاحق على المفاجات اللي بتظهر ورا بعضها. فبشكل عام الحلقه الاخيره كانت كليشيه جدا وانا لاول مره ممكن اخالف المنطق واقول ان المسلسل كان محتاج يكون 30 حلقه وده شيء غريب لاننا على طول كنا بننادي بان المسلسلات كلها تكون 15 حلقه وده افضل حقيقي بس في مسلسلات محتاجه اكتر من 15 حلقه. فاللي اقدر اقوله في الاخر ان المسلسل جامد وعجبني بس لو كانت القضايا اللي فيه اتعالجت بشكل افضل كنت قيمته بشكل اكبر. الحلو في المسلسل ده انه له جو وطابع خاص هيخليك تستمتع وانت بتتفرج عليه بالهدوء اللي محاوطه. كفايه انه مسلسل ليحيى الفخراني ده لوحده يخليك تستمتع بيه. هو مسلسل لطيف تجربه جميله هتخرج منها مش متضايق بالعكس هتخرج وانت مستمتع بيها. وفي الاخر تقييمي لمسلسل عتبات البهجه هو 6.5 من 10. تجربه كويسه لكن مش بنفس عظمه مسلسلات يحيى الفخراني القديمه. هتقول لي ليه اديته 6.5 مش 7؟ هقول لك مش عارف الصراحه بس ما حسيتش انه يستاهل السبعه. ودي كانت مراجعتي لمسلسل عتبات البهجه. اتمنى تكون عجبتكم ولو عجبتكم عرفوني في التعليقات ويا ريت ما تكونوش نسيتوا الاشتراك واللايك. وبس كده الى لقاء قريب وسلام.